يا حاج الحق يا حاج. يا حماد زيزو مضى في الاهلي. ما يمضي يا حماد، ما يمضي. لا اله الا الله، انت مصحيني من النوم عشان تقول لي زيزو مضى؟ ما بقى لنا 6 شهور في الموضوع الاسود ده. ايه يا جدعان، احنا كبرنا الموضوع قوي. ده ميسي ساب برشلونه ما عملناش الدوشه دي. ايه دي يا جدعان؟ لا اله الا الله. انت هتعمل فيها مش متضايق بقى؟ يا عم متضايق، متضايق ولاعيب حلو وجميل وبحبه وكل حاجه، بس انا اعمل ايه؟ ده رايح لاصحابه هناك ما اقدرش امنعه، رايح كل اصحابه سبقوه خد بالك. لا لا، وبعدين ده لاعب محترم، انا ما بحبش اللي يروح هناك ويشتمني، ده بيبقى غريب قوي، لكن ده محترم مش هيشتم ولا حاجه، الصراحه له حق يا حماد. والله اصل عارضين هناك 80 مليون جنيه وعقد رعايه اعلانات كاس عالم للانديه وبتاع، احنا بنقول له في فيلا في المنصوريه عليها رهن عايزين نفكه الاول، وما اعرفش مراس ابن خالد عمه ام يا عم احنا ندخلينه في مواريث ودنيا، ده الولد نفد بجلد اقسم بالله، بنبعت له ناس مش تبع النادي اصلا وحاجه هم. اقعد ساكت يا حماد، اصل احنا عارفين اللي فيها وساكتين، فسيبها لله، سيبها، ده اول فيزا هيطلعها معاهم امريكا واخد بالك. احنا مش عارفين نطلع له التاشيره بتاعت غينيا الاستوائيه عشان الكونفدراليه كانوا موقفيننا في المطار، مش عايزين نفضح الدنيا بقى واخد بالك. فسيب ده كده، ربنا فتحها عليه والله. سيبها لله يا ابني، سيبها، احنا لينا ربنا ان شاء الله، اللي معاه ربنا نمشي على الميه زي ما قلت لك قبل كده. سيبها لله، سيبها لله، واخفى يا حماد، واخفى، ما تصحينيش كده تاني ابدا. ماشي، لو لقيت كريستيانو بيلعب في بتروجيت حتى ما اصحاش انا كده. اخفى من هنا، اخفى. هو مضى خلاص. مضى. يعني